كل حاجة تخص السيمي فورمال هنتكلم عنها في الفيديو ده بالتفصيل. اهلا بيكم اجمد واشك رجاله في الدنيا. معاكم محمد. استنى بقى يا سليم. امال اقول ايه؟ طيب ماشي انا هقول دلوقتي بس انت اسكت. ماشي اهلا بيك. خلاص بقى يا سولي. اهلا بيكم اجمد واشك رجاله في الدنيا. معاكم محمد سليم. لو دي اول مره تشوفوا القناه اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم الفيديوهات الجديده. كنا بدانا سلسله فيديوهات عن انواع ستايلات اللبس وبدانا نتكلم عن كل ستايل في فيديو لوحده. واول ستايل بدانا بيه الفيديو اللي فات كان ستايل الفورمال، وهسيب لكم روابط الفيديوهات اللي فاتت تحت الفيديو. وفي الفيديو ده هنتكلم عن السيمي فورمال. وزي ما قلنا في الفيديوهات اللي فاتت ان السيمي فورمال هو اساسه فورمال باستثناء قطعه او قطعتين بنبدلهم بقطعه ثانيه بتكون كاجوال شويه. واغلب المناسبات اللي بتلبس فيها فورمال ممكن تلبس فيها سيمي فورمال، زي فرح، خطوبه، او ممكن شغل، مقابله عمل. كل المناسبات دي ينفع فيها سيمي فورمال. خصوصا الشباب الصغير اللي سنهم تحت ال20 سنه لو عندهم مناسبه زي خطوبه او فرح هيكون مناسب ليهم السيمي فورمال اكتر من الفورمال. وفي الفيديو ده هوريكم بالشرح العملي ازاي احول ستايل فورمال للسيمي فورمال. بس قبل ما نبدا الشرح العملي يا ريت تعمل لايك عشان ده اللي بيساعد على انتشار الفيديو وبيخليني اكمل واقدم لكم محتوى يليق بيكم. يلا بينا نبدا الشرح العملي. زي ما انتم شايفين البدله كامله ولون واحد والمقاس مظبوط جدا، والشوز والحزام نفس اللون. وبما ان الساعه جلد كان لازم تماتش معاهم عشان الجلد كله يبقى لون واحد. ولون الكرافتة مع الشوز عامل كونتراست حلو قوي. وصورة القميص طالعة من كم البدلة 2 سم. ولو شلنا الكرافتة هنبتدي نحول الفورمال لسيمي فورمال. وممكن كمان نغير تطبيقة المنديل بحاجة عشوائية شوية عشان ما يبقاش فورمال قوي. وتاني حاجة ممكن نغيرها الشوز الكلاسيك بكوتشي أبيض. وطبعا الشراب هنغيره بهدم، ويفضل إننا نشيل الحزام كمان. وإن شاء الله هبقى أعمل فيديو عن إزاي تلبس البنطلون الكلاسيك من غير حزام ويكون مظبوط عليك كأنك لابس حزام. ممكن كمان نغير بنطلون البدلة ببنطلون تشينو أو جبردين بالشكل ده، وبرضه من غير حزام وشراب هدم. وممكن تبدل القميص بتيشيرت. ولو هتبدل الكوتش الأبيض بالشوز الكلاسيك يبقى هتلبس الحزام والشراب الكلاسيك الطويل. والسؤال هنا، هل ينفع الجينز في ستايل السيمي فورمال؟ الإجابة ينفع، بس بشرط يكون سادة من غير أي كاتنج أو يوزد أو أي تكستشر. ويفضل يكون أسود أو كحل غامق اللي هو بلو بلاك. ودلوقتي هتشوفوا صور للسيمي فورمال. اكتبولي في الكومنتات ايه أكتر ستايل عجبكم، ولو عايزين صور أكتر ممكن تشوفوا على موقع أو أبليكيشن بنترست. وزي ما شفتوا الشرح العملي اتمنى اكون وضحت لكم ستايل السيمي فورمال بشكل عملي وسهل ومبسط، واتمنى ما اكونش طولت عليكم. واللي ما اشتركش في القناه لحد دلوقتي يشترك ويفعل الجرس. واشوفكم على خير الفيديو الجاي. سلام.